يا رب تبقوا بخير. وحشتوني وحشني تعليقاتكم ومحبتكم الجميلة. فكرة النهاردة سهلة قوي من البروشور بتاع المجلات بتاعة الماركت الكبيرة زي كارفور واللولو ماركت وكده، اللي هي بتاعة العروض. يعني الألوان بتاعتها حلوة وورقة متينة وجميلة، وهنستغلها النهاردة أقوى استغلال. زي ما انتوا شايفين أنا بلف الورق هنا على عود شيش طاووق ساعدني، وده عود سميك، فهيساعدني العود السميك ده نعمل بقى ايه شوية عواد حلوين منه. ونختار دايما الالوان الزاهية الجميلة، اصفر اخضر بني بيتي، هيغنينا كمان عن ان احنا نستخدم الدهان. بعمل باترون ورق شجر هنا، بعمل واحدة صغيرة واحدة كبيرة وبفرقها زي ما انتوا شايفين، وعلى ورق A4 عادي جدا، وهطبقه بعد كده وهنفذ نفس الاسطمبة اللي عملتها. وفايدة الباترون ده اني بس بيظبط لي المقاسات عشان محتاجش اهدر يعني من الكرتون الاساسي، فالورق بيبقى سهل التعامل معاه. تمام. وزي ما انتوا شايفين قسمتها من النص ومن على الحروف، عملت كده زي سبعات وتمانيات. بنعمل زي ورقة شجر، ممكن زي الريشة. عارفين الريش بتاع الهنود بيبقى معروف قوي ان بيبقى فيه التكسيرات اللي من الجناب دي. الالوان جميله ازاي بتاعه البروشورات دي، او اللي هي الكتالوجات او المجلات بتاعه العروض دي. الالوان فعلا زاهيه قوي قوي، وعليها كمان طبقه كده عازله بلاستيك فبتحميها من الميه. ابتديت الزق من النص زي ما انتوا شايفين على الورق بتاعتنا، وكمان ابتديت الزق على الحواف. بستخدم مسدس الشمع وده احسن حاجه. وانا ماشيه كده ابتديت احس ان انا لازم افرغ الرسمه اللي انا عملتها عشان اشوف التحديد اللي انا بلزق عليه وماشي عليه. وكل ما الزق شويه جنب بعضهم ابتدي افرغهم بالمشرط. هنا عشان الورقه كانت سميكه شويه فكانت فيها صعوبه شويه في القص والتفريغ، عشان كده بنصحكم لما تيجوا تبرموا الورقه تبرموا نص ورقه بس، فهتبقى خفيفه شويه في التفريغ. هنا زي ما انتوا شايفين قلبتها من ظهرها وابتديت افرغها على الاماكن اللي انا مفتحها عليها. رصصت الاول اللون الاخضر، ولما بعمل من الجهة دي بعمل نفس العدد من الجهة التانية. ابتديت اشتغل بشوية ابيض. وبصوا هتلاحظوا ان انا استخدمت كذا طريقة عشان الطريقة اللي تناسبكم تشتغلوا بيها. عايزين تعلموا وتقصوا وتركبوا تمام، عايزين تركبوا وتقصوا وتحددوا في الاخر برضو تمام. اللي يريحكم في الشغل اشتغلوا بيه. زي ما انتوا شايفين انا ابتديت اكمل طبعا تدريجات الالوان، وبعملها زي ما عملت مثلا 3 على الجنب ده هعمل 3 على الجنب ده. انا بشتغل بدرجة اللون دي دلوقتي. بعد كده اعمل لها تدريجات في الالوان. يعني لو عندكم مثلا تدريجات الرمادي، ابيض، رمادي فاتح، رمادي غامق، طبعا كل بروشور غير التاني. ابتديت اشتغل كمان في اللون اللي هو الاصفر او مدي على جملي شوية. بجد الالوان جميله قوي بتاعت البروشورات دي، انا مش برميها وكنت حاسه من زمان ان يجي منها يعني. وبعد كده من الظهر كده ابتديت بالمشرط بتاعي افرغ زي ما انتوا شايفين. وعشان قلت لكم برضو انها سميكه شويه معايا فكانت في صعوبه في التفريغ. كفايه بس نص ورقه بس، بلاش ورقه كامله تبرموا. وطبعا التبطيطه يعني شوفوا الورق مبطط شويه، ده برضو هيدي لوك حلو. لو عايزين تخلوها مدورة زي ما هي اوكي، برضو انا عاملة شكل تاني مدور هتشوفوه في اخر الفيديو. وزي ما انتوا شايفين هي سهلة قوي، مش تاخدوا في ايديكم حاجة، بس نتيجة جميلة ولذيذة وروعة. كله ورا بعضه، التدريجات زي ما انتوا عايزة، الالوان بس اعملوا كل مجموعة لوحدها كده. وبرضو من ورا هنا ابتديت افرغها. نشوف بقى الجمال. انا عاملة هنا واحدة كبيرة واحدة صغيرة. بصوا الالوان جميله ازاي. حطيت كمان عصايه الشيش طاووق، قلت كده الزقها على الوش. سبت كمان ليها طول شويه من تحت. الوانها لذيذه. الصغيره دي تحسوا ان الوانها مختلفه شويه، بس على حسب. انا عملت لكم هنا كمان لعبت في المونتاج شويه عشان اوريكم تقدروا تلعبوا فيها الوانها ازاي. يا رب تكون الفكرة بتاعت النهاردة عجبتكم ولذيذة وسهلة ومن غير دهان، مش تاخد في ايدكم 10 دقايق. فيديو صغير جدا فمحتاج منكم الدعم عشان اقدر انزل لكم افكار تانية سهلة وسريعة كمان. ادخلوا واكتشفوا المزيد من افكاري. كنت معكم ميرا، وما تنسوش الاشتراك واللايك الجميل ودعمكم بتعليق حلو عن المنتجات بتاعتنا. بشكركم جدير. سلام.